يا فتاح يا رزاق يا مقسم الأرزاق، مثل ما نطل عليكم صباح كل يوم بمهنة جديدة. نتطرق اليوم إلى واحدة من أقدم المهن والتي لا تنتهي، هي مهنة القصابة التي يمتد تاريخها إلى فترة الستينيات، وهي تتعلق ببيع اللحوم. مشاهدينا تعالوا معنا نتعرف على عالم اللحوم الحمراء. مشاهدينا هسه حاليا احنا في محل القصابة، رح نتحدث ويا ابو محمد ويفهمنا بمهنة عمل القصابة. السلام عليكم. شلونك يا ابو محمد؟ ابو محمد حدثني، هل حضرتك قبل كل شيء قديم بالمهنة؟ نعم. احنا المهنة ابا عن جد. ابا. نعم. من زمان عندنا هاي المهنة ومن زمان نشتغل بهاي المهنة. برأيك مهنة القصابة مهنة صعبة سهلة؟ كيف يعني تحاولون يعني تقومون باختيار اللحم النظيف؟ طبعا اكو مثلا لحوم تعبانة، اكو مثلا مغشوشة، كيف يعني تستطيعون يعني ان تعرفون اللحوم النظيفة؟ اللحوم هو يعني اللي جتنا مستوردة من خارج البلدان، واللي جتنا خارج يعني من جتنا من ايران ومن السعوديه ومن غير الدول الاتفاقيه، وكل الاضافه هذا اللحم المجمد. نعم. اللحم المجمد يعني بالاخص هذا اللحم العراقي هو صحي ونظيف، وانا قابل للخضوع هواي للصحه، رقابه الصحه. قلت اللحم المجمد، برايك اللحم المجمد هل غطى على عملكم؟ لان اشوف يعني الناس هوايه يلتجؤون لشراء اللحم المجمد. نعم يعني هواي يتخذون يعني هذا اللحم المجمد، واللحم المجمد يعني بالعكس هو هذا شيء رخيص والعالم ترضى له. نعم. بس ما تدور فد شيء صحي وما تدور فد شيء يعني نظيف تاكله، فالما عنده يضطر يعني يفوت على هاي الاشياء المجمده. نعم. اثر على بيعكم؟ ياثر. نعم. نعم ياثر هواي يعني تاثير. هذا اللحم الكيلو مالته ب 15 ولحم عراقي، ذاك الكيلو مالته ب 7000 يعني من المصدر، يقدر يبيعها بالمحل هنا ب 10000 الكيلو. نعم. حدثني عن انواع اللحوم برايك. اللحوم هي اللحوم يعني افضل لحوم بالعالم، مو بالعراق، هو العراقي. نعم. اي ماكو يعني افضل من عتب كل الوسائل. نعم. الا اللحم العراقي، وهو افضل شيء اللحم العراقي. كعراقيين يفضلون اللحم الغنم من البقر، يعني مثل ما انت تشوف يعني. انا اشوف طلبات اللي يجون هنا ياخذ اللحم مال الغنم مال طبخ، فقوز ديما قوزي للتركيب، وياخذ لحم العجل ياخذه ثرم، كبه ما كبه، همبرجر. نعم. باسترمه. نعم. يسووا بالبيت. زين، وانت برايك يعني للقوزي، لو المرقه البانيه، لو يعني الامور الكبه وغيرها، شو تفضل يعني كمواطن يشتري من عندك؟ والله لحم العجل. اي لحم العجل هواي عالم تطرح اليه، نكودن لحم عراقي وحده. نعم. واسلامي. نعم. وشرعي نذبح بيدنا. نعم. يعني مشاهدينا يفضل لحم العجل مثل ما اني افضله طبعا. نص كيلو لحم غنم. اي تدلل ابو محمد. عيني قصنا نص كيلو لحم. مشاهدينا في الآونة الأخيرة كل قصاب مخلي شواية كباب بصف محله. خلينا نعرف ليش انتشرت شواية الكباب بصفه بالقصاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو الغاية من القصاب صارت هسه بالأخير حاط شواية كباب بصف محله؟ الكباب يشتغل عراقي، مو مستورد، مو هذا أبو روس أو ما روس، كباب عراقي ثرموس جبل شيء العالم. زين، اريد اعرف من عندك بيش كيلو الكباب؟ كيلو 18.
2018. اكو مواطنين يريدون هم يجيبون لحم وتثرمون لهم اياه ويسووا كباب، اكو شيء عندكم؟ لا ما اشتغل الا لحم خاص العراقي او غير لحم مستورد او مستورد ما اشتغله، بس لحم من يم خاص. يعني تقصد انتم تبيعون بس لحمكم؟ بس لحم عراقي اشتغله، غير اللحم او يجيب مثلا مستطرق يجيب لحم ما اشتغله. حجي نريد نسألك، حضرتك جاي تشتري لحم أكيد، ترتاد على محل معين لو أي محل تشتري من عنده؟ تشتري من عدة محلات بس انفتحوا الجماعة هنا استاذ هاني، شغلهم مرتب ونظيف إن شاء الله، وأسلوبهم جيد جدا بالتعامل، فتعاملت وياهم صار من فتحوا لحد الآن. يعني أكيد أنت عندك نظافة اللحم أهم شيء. طبعا إيه، هو النظافة احنا أهم شيء النظافة. يعني اتوقع مهنه القصابه يعني مو سهله يعني مشاهدينا، يعني ولو هي يعني مو غريبه على المراه، يعني لان على طول المراه يعني بالبيت تثرم اللحم تسوي الاكل والكباب والكبه وبالمرقه، بس ما اتوقع يعني فد يوم تقدر تفتح هيك مهنه. بعد أن تعرفنا على مهنة القصابة وطبيعة عمل القصابين، نودع هذه المهنة على أمل أن نلتقي وإياكم بمهنة جديدة. كنت معكم في فقرة يا فتاح يا رزاق، أنا شيماء العبيدي وزميلي رافد فرحان.